السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في قناتنا حياتنا في كندا. يا رب تكونوا مستفيدين معانا في القناة مع التأخيرات اللي ده كل شوية بتأخرها عليكم، بس اعذرونا. الحياة بقى والأولاد والتعب، بس معلش. لو انتوا بتحبونا وبتحبوا القناة وبتستفادوا معانا هتستحملونا. يا رب يديم المحبة ويديم المنفعة. لو بتستنفعوا من قناتنا يا ريت ما تنسوش بقى تشيروا القناة وتعملوا سبسكرايب وتعملوا اللايك ويلا بينا على الفيديو. انا النهاردة في محل اسمه مارشيل. تهيألي عملت فيديو قبل كده عنه. هحط لكم اللينك تحت بتاعه في صندوق الوصف. لو عاوزين تتفرجوا عليه. هو في حاجات كتير حلوة، في هدوم، في اكسسوارات بتاعة البيت، في حاجات للأطفال، حاجات المكتب، كل حاجة يعني. بس النهاردة أنا جاية كده ايه، ندردش مع بعض في موضوع تاني. وانا بتمشى في المحل. فيلا ندخل في الموضوع. دي حاجات اهو كمان عشان المدارس، عشان دخول المدارس في لانش بوكسات وكده. فممكن نشوف الاسعار مع بعضينا. فالموضوع بتاعنا النهارده ان ايه، حبيت يعني بما ان الواحد بيفكر في الايام دهيت ونفسه يرجع. الواحد كان قاعد، انا لو تعرفوا كنت قاعده قبل كده في السعوديه في الرياض. فنفس الواحد بقى يرجع تاني هناك. و يعني يرجع للعيشة هناك شوية. بس برضك لسه متردد ولسه بيدعي ربنا يكتب له الأحسن ايه. فبحاول في الفيديو ده هو افضفض معاكم ونتناقش مع بعضينا، كل واحد يقول رأيه. انتوا شايفين ايه؟ شايفين مين الافضل، مين الاحسن؟ طبعا كل مكان ليه يعني سلبياته وايجابياته زي ما بيقولوا. فنتكلم مع بعضينا كده. انا شايفه يعني من اول حاجه، دايما الناس ما بتتكلم عن الجو بتاع كندا مش حلو، والدنيا ساقعه ومش عارفه ايه والبتاع والتلج ومش التلج وكده. فطيب ما هو برضك بالنسبة للنقطة دهيت، السعودية برضك ولا دول الخليج الدنيا حر. حر موت، حر لا يطاق. ما تقدريش تعيشي الا في المكيفات. يعني انا مولودة اصلا في السعودية. فيعني الواحد كان عايش بس في المكيف. عربية مكيف، بيت مكيف، مدرسة مكيف، مولات مكيف. ما تقدريش تخرجي الا في المكيف. وما كانش في خروج الا في المولات. البتاع ده هو الجناين دي فين وفين، ويكون بالليل مثلا ولا بتاع. فما تقدريش تخرجي الا في مكان فيه مكيفات او كده. فلو جينا نقارن من ناحية الجو، كل الجو هنا ساقع جدا، هناك حر جدا. برضك هنا يعني في ايام بتبقى الجو معقول، الجو اللي في الصيف شوية او بتاع، بس الصيف برضك هنا حر جدا جدا. فيعني الجو ممكن يتظبط يعني، او كل واحد يشوف الاحسن له ايه. انت بتحب السقعه ولا بتحب التلج ولا بتحب الحر؟ فدي نقطه في الناحيتين. طيب من ناحيه تربيه العيال. تربيه العيال في كل حته بقت صعبه دلوقتي. يعني انا شايفه ان تربيه الاولاد هنا بقت اصعب طبعا، من ناحية طبعا الحاجات اللي بيدرسوها لهم في المدارس والقرف دهوت والمثلية والكلام ده كله، وان هم بيحرضوهم على الاهل والكلام ده كله. وان لو حد عمل لك حاجة والمش عارفة ايه، وممكن تبلغ ومش تبلغ والكلام ده كله. فدي نقطة وحشة جدا. بس كل ما بسمع من حد وفي مصر ولا في اي دول تانية يقولك ان الوضع مش احسن حاجة برضه للعيال، والسوشيال ميديا والكلام ده كله. خلاص بقى الوضع في كل حتة زي بعضه، يعني ما بقتش فارقة. ف والواحد بيسمع بعضه حاجات بتحصل كتير يعني. ف مش عارفة من ناحية النقطة دي. أنا طبعا زمان لما كنت قاعدة كانت الدنيا مقفلة أكتر، وما كانش فيه السوشيال ميديا قوي زي دلوقتي، فما كانش الوضع بايظ للدرجة دي. بس طبعا الواحد بيشوف دلوقتي، فطبعا
ممكن بس برضك يعني على الأقل أنا شايفة إن طبعا هيبقى في مساجد، هيبقى في أهل يساعدوا في التربية، هيبقى في نموذج مثلا على الأقل حد تقول له لا ده ده كويس. لكن هنا كل النماذج اللي حواليه الناس مش كويسة، مش عارفة ايه، مش عارف. عاوزة نفسي يرجعوا برضك. انا عن نفسي ولادي يرجعوا يشوفوا نموذج اللي هم يروحوا المسجد، يصلوا الصلاة في وقتها في المسجد، يروحوا يشوفوا أهاليهم، يشوفوا حد على الأقل مسلم زيهم، يتصاحبوا مع عيال يبقوا مسلمين زيهم. هنا بيبقى في حبة مسلمين بس مش على طول معاهم وكده. فنفسي والعربي نفسي برضك يندمجوا في مجتمع عربي، يتكلموا شوية عربي. فدي أكتر نقطة نفسي أرجع في دولة عربية عشانها للعيال. فدي نقطة. فدي نقطة تتحسب لإيه للدول العربية أو الدول الخارجية أو مصر مثلا. نقطة تانية أو تالتة، الأشغال، الشغل هنا بقى صعب جدا صعب جدا صعب جدا 3 مرات والله. صعب اللي معاه شهادات أكتر من اللي معهوش. يعني اللي جاي ومعاه شهادة وعاوز يكمل في مجاله صعب. لازم تعادل ولازم تعمل، وحتى بعد ما تعادل اللي انت تشتغل في نفس مجالك ما أظنش هتشتغل في حاجة تانية بعيدة عن مجالك جدا وفين وفين. وبالذات نقول ايه، بالذات مع مجي الهنود سابوا السعودية وجم هنا. الهنود فظيعة. معرفش لو بتشوفوا فيديوهات بنزلها على الانستجرام وكده، الهنود بقى هنا بقت دولة هندية، مش دولة كندية خالص. شوف الشنطة دي حلوة قوي، بس ب55 معلهاش عروض. واديداس عشان المدارس طبعا دلوقتي ب30. حلوة جدا دي، الماركات دي حلوة قوي للمدارس. مارشيل ووينرز تجيبوا منها شنط للمدارس جميلة جدا، وبومة. الشنط دي حلوة للعيال بالذات اللي في الثانوي وفي الاعدادي. الشنط دي جميلة. الاشغال هنا الهنود جم بقوا يشتغلوا بنص الثمن زي ما بيشتغلوا هناك. يشتغلوا في اي شغلانه يدخل فيها فظاع. هم بييجوا على اساس اللي هم ايه هيتعلموا، يكملوا تعليمهم في الجامعات وبتاع، ويشتغل بار تايم. يشتغل بقى في اي حاجه، يشتغل في كاشير، في توصيل، في مش عارفه ايه. في مدينه هنا جنب تورونتو اسمها برامبتون، دي بقت معقل الهنود. دي مدينه بقت هنديه. تشوف تجمعاتهم في الجناين، تشوف الاحتفالات بتاعتهم، تشوف اسمها ايه، الاعراس بتاعتهم اللي هو الافراح والحاجات فظيعه. تحس انت خلاص بقى رحت الهند. حلوه بومه دي اهيت بكام؟ 70. لا حلوين قوي. تشوف الاحتفالات والحاجات بتاعتهم فظيعه بقت دولة هندية خلاص. المهم فهم واخدين. فتروح في اي شغلانة مثلا، لو الشغلانة دي بيديلك فيها $20 في الساعة، الهندي هياخد $10. فيروح مشغل الهندي. طبعا صاحب الشغل هيشغل الهندي، مش هيشغلك انت. فلا بقوا فظاع في كل حتة، موجودين في كل حتة، وبقوا ياخدوا الأشغال من أي حد عشان قلة المرتبات بتاعتهم. وكمان يأجروا مثلا شقة، تلاقي 20 واحد قاعد فيها، الشباب مع بعضيهم و20 واحد قاعد فيها. طبعا غير قانوني. انت ما بتأجر شقة ولا حاجة ولا بيسمنت ولا بتاع، ليك حد مثلا شخصين او بتاع قاعدين في الشقه دي. لا دول بقى بيبقى غير قانونيين، وقاعدين بقى مثلا ب20 واحد. ويا اما قبضوا على ناس زي كده قاعدين ب20 واحد، قاعدين عاملين سردين، علبه سردين كده. فبوظوا الدنيا بجد هنا. فلا الشغل بقى فظيع. في الدول العربيه الواحد بيحاول يقدم دلوقتي في الشغل في الدول العربيه، وبسمعهم من كذا مكان، من هنا ولا من مصر ولا بتاع، اللي انت تقدم اللي انت تشتغل في دول الخليج وبتاع. برضك بقت الموضوع بقى صعب، مش زي الاول، عشان برضك السعودة ومش السعودة والكلام ده.
فالموضوع من الناحيتين بقى صعب. دي نقطة سلبية في الاتنين. من ناحية الدخل، الدخل هنا او التحويش او المصاريف او الكلام ده كله. الدخل هنا، انت الدخل اللي بيدخل لك لو لقيت شغل الحمد لله وكده، الدخل اللي بيدخل لك بيتصرف في شهرك. يعني هيتصرف على الايجار، ايجار البيت. انت عارفين الايجارات بقت هنا بقت حلوه زي ازاي. الاكل، كذا مره عملت لكم تسوق وشفت اسعار الاكل. طبعا فاتوره تليفون، فاتوره كهرباء، فاتوره الحاجات بقى كلها اللي موجوده. بس خلاص كده هتلاقي لو لقيت حاجه فاضله يبقى انت شاطر. لو عرفت تحوش $50 في الاخر ولا $30 يبقى انت شاطر. فيا دوبك يا دوبك اللي بيجي لك هو بيروح على ايه. هم عاملين كده وهم عارفين. ولو سمعت بقى ان في زيادة نازلة للناس ولا مش عارفة ايه، والحاجات اللي بيقعدوا ينزلوها دايما في السوشيال ميديا وبتاع، اعرف ان قدامها في زيادة في الضرايب، في زيادة في الايجار، في زيادة في اي حاجة. اعرف اللي قدامها في كده. ما تقعدش الناس بيقعدوا ينزلوا حاجات ويقعدوا يقولوا للناس اللي بره يحنسوهم، بس بيبقى ما حدش بيتكلم عن الحاجات اللي من تحت لتحت. يعني كل سنة أو كل سنتين باين بيبقى كل أصحاب البيوت أو أصحاب العمارات أصلا بيعملهم زيادة دورية أو زيادة سنوية في الإيجار، غير كل 4 سنين ليه إن هو يعمل تجديد أو يعمل حاجة ويزود كمان في الإيجارات. واللي مش عاجبه يطلع ويشوف له شقة تانية. فلا، فظاع. فالمهم دي نقطة سلبية برضك لكندا. معرفش بقى الإيجارات والحاجات في السعودية أخبارها، بس أعرف برضك اللي هي زادت. ممكن هناك برضك دي تبقى نقطة سلبية برضه. بس على الأقل انت هناك الدخل بتاعك ممكن في أماكن بتبقى رخيصة شوية، ممكن تقدر تشتري منها. المرتب بالنسبة للشراء أو الضرايب والكلام ده كله ممكن تقدر تحوش منه. يعني لما أنا كنت هناك الواحد كان بيقدر يحوش الحمد لله، وعمل عمل حاجة على الأقل الحمد لله. لكن هنا مفيش تحويش ابدا. شوف الواحد عايش كام قد ايه هنا، مفيش اي حاجه تتحوش الحمد لله. لكن في السعوديه تقدر ان انت تحوش. فانت عاوز تشتغل وتحوش يبقى هي السعوديه. هنا تشتغل وتعيش بس. ممكن نقارن في ايه تاني. ممكن الخروجات والحاجات. الخروجات ممكن هنا اكتر على الزمن اللي انا كنت عايشه فيه هناك في السعوديه. لكن دلوقتي ممكن في خروجات في السعوديه وبتاع، بس ممكن تكلف فلوس شويه. لكن هنا في خروجات كتير اللي انت ممكن تخرجها من غير ما تكلف نفسك حاجه. يدرك ممكن المواصلات، لو انت عندك عربيه يبقى البنزين، تاخد لك حبه سناك ولا تاخد لك اكلك معاك وانت رايح. في جناين كتير، في طبيعه كتير، في غير الملاهي والحاجات طبعا انت ممكن تصرف فيها. بس في هنا حاجات اكتيفيتي واحتفالات بتتعمل كتير للعيال. غير المولات طبعا هناك في السعودية ما فيش اكتر من المولات والحاجات دي. فالمولات دي حاجة تانية للي انت كستات تتفسح فيه. لكن انا بتكلم على الاطفال. في حاجات هنا تتعمل للاطفال كتير صراحة. غير المكتبات، الأنشطة اللي بتتعمل في المكتبات، في الكوميونتي سنتر بيتعمل أنشطة ليهم. فهنا في ممكن حياة للأطفال أو أنشطة للأطفال أكتر. أنا مش عارفة دلوقتي الوضع في السعودية في إيه ممكن يتعمل للأطفال وهيكلف ولا لأ. بس على أيامي ما كانش فيه إلا الجنينة، والجنينة ما تعرفش تروح إلا بالليل. فلا ما كانش فيه اي متنفس. انا كنت كارهه العيشه هناك في الزمن في الوقت ده. هو كنت مستنيه الوقت اللي انا انزل فيه مصر عشان الواحد يخرج ويتفسح. لكن دلوقتي شفت الانفتاح بقى والكلام ده اللي كان بقى في الرياض دلوقتي وفي السعوديه. فشايفه ان فيها دلوقتي متنفس، بس محتاج فلوس.
لكن هنا في حاجات محتاجة فلوس طبعا، بس في حاجات ممكن تروحها مع العيلة كده، والأنشطة الكامبينج والكلام ده كله ممكن تعملها انت مع عيلتك بأقل التكاليف. ممكن ايه تاني؟ ممكن انا نقطة من عندي انا بقى حكاية اللبس والهدوم والكلام ده هو. بالنسبة للبس الستات والرجال برضه، الستات ما بلاقيش لبس هنا كويس. يعني انا دلوقتي الحمد لله اللي ربنا رزق بشي ان دوت بلاقي، يعني بقيت اجيب لبسي كله من شي ان. لكن كمستويات لبس هنا للستات بالنسبه لنا كمان كمحجبات، ما اللبس مش حلو جدا، والاسعار عاليه على الفاضي، فما اللبس مش حلو. بالنسبه للاولاد برضو مفيش التنوع بتاعنا، مفيش التنوع الموجود في مصر، في السعوديه، الاشكال الجميله، الاشكال المنمقه الجميله دي. بص هو كله بطلونات تيشيرتات وبتاع وخلاص، ما فيهاش شكل، ما فيهاش روح. تحس الحاجات بتاعتنا ليها روح، ليها اشكال، تحس في تنميق، ولا اسمه ايه، منمق كده، واحد منمق وهو خارج كده وحلو. لكن هنا ما فيش الاشكال دي، هو ستايل واحد كده كل الناس لابساه وخلاص، تيشيرت على بنطلون وخارجين. حاجات الاطفال حتى ما تلاقيهاش ليها روح. فبحس اللبس بتاع السعوديه بتاع مصر حلو واسعاره معقوله، ان انت تقدر تجيب كذا كذا طقم حلوين. لكن هنا هو يعني لو جبت طقم كويس، لو جبت طقم كل عيد ولا حاجه للعيل، يبقى كده كتر خيرك، ومن ناحيه المبلغ ومن ناحيه ايه الاشكال. حتى لو جبت اشكال هو نفس الشكل، هتجيب ايه تاني؟ فايه من دي من ناحيه اللبس. اخر نقطة نسيت اقولها، ان اللي بيجي هنا، او المقارنة بين هنا وهناك، ان اللي بيجي هنا بيبقى معظمه عاوز عشان ياخد الجنسية او ياخد الباسبور. فهي النقطة الفايدة اللي من هنا الباسبور بس، يعني بتاخد الباسبور تاخد الجنسية. ممكن برضك المدارس او التعليم هنا وكده، بس التعليم هنا مش اللي هو مش التوب. ممكن هي التعليم الجامعي بمعنى اصح، ممكن التعليم الجامعي هو ده اللي حاجة ايه الشهادة بتاعته عشان تمشي في اي مكان تاني. الحاجة المختلفة بقى عنها عن دول الخليج، ان هناك، او النقطة السلبية في دول الخليج عن هنا، ان هناك نظام الكفالة. دي اللي حاجة وحشة جدا هناك، الكفالة لغاية دلوقتي. يعني عارفين لو يشيلوا نظام الكفالة من هناك يبقى الموضوع يمشي حلو جدا. نظام الكفالة ده ان انت قاعد على كف عفريت، اللي انت مهما عشت هناك، يعني بص انا عشت هناك يجي اكتر من 30 سنة، مهما عشت انت برضك تعتبر مش بلدك. انا اتولدت هناك ما خدتش الجنسية، فمهما تعيش، مهما تتولد هناك، مهما تعمل، انت مالكش اي حقوق، انت درجة تانية برضك. انت هنا هتعيش لك 4 سنين 5 سنين حسب كل بلد مثلا، ولا بتاع بلد أوروبية أو كندا، هتعيش عدد سنين معينة هما بيحددوها وتمتحن ومش عارفة ايه، خلاص انت تعتبر انت مواطن كندي وليك الحقوق زي أي واحد كندي تاني. فدي الميزة اللي هنا، دي اللي طبعا تاخد لها نقطة طبعا أكيد، ونقطة كبيرة يعني. فدي الميزة كبيرة اللي ممكن كل الناس بتيجي عشانها دول أوروبية أو كندا بمعنى أصح، عشان تاخد الجنسية، عشان تاخد الباسبور وبس، يعني يبقى ليها وضع معين. لكن الوحش في دول الخليج هو نظام الكفالة، واللي انت تعيش مهما تعيش بتبقى على كف عفريت، في أي وقت يقولك مع السلامة. بس كده، هي دي آخر نقطة كنت عاوزة أقولها، وسلامتكم. مش مفكرة في حاجات تانية صراحة دلوقتي، فأظن كده جبت كذا حاجة، واللي عنده حاجات يا ريت تحطها في الكومنتات. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تاخدوش معايا كده وانا دايخة في المحل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.